النجمة التلفزيونية إيشوريا شارما تكسر صمتها وتوجه عتابا إلى النجم الهندي سلمان خان. وقبل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. لقد مرت أسابيع قليلة على خروج الممثلة التلفزيونية إيشوريا شارما من برنامج الواقع بيج بوس، وذلك بعدما تم طردها من قبل زميلتها في البرنامج إيشا مارفيا، والتي اختارت اسمها أثناء توليها مهمة كابتن الأسبوع في العرض، علما أنه بعد أيام قليلة من خروجها تم طرد كذلك زوجها الممثل نبهات. والآن وفي مقابلة جديدة لإيشوريا مع زوجها قررت الخروج عن صمتها وتحدثت عن كيفية عرض المعارك والخلافات في البرنامج بدل الحب، ووجهت عتابا للنجم سلمان خان الذي يستضيف البرنامج هذا. وقد تحدثت إيشوريا كذلك في المقابلة عن العلاقة التي تجمعها مع زوجها نبهات، وذكرت أنه على الرغم من أنه ذو طبيعة هادئة إلا أنها متهورة. كشفت أنهم يحبون بعضهم البعض كثيرا، وتساءلت لماذا لم يظهر ذلك في البرنامج. كما تساءلت أيضا عن سبب عدم اعتراف النجم سلمان خان بأنهم كانوا حقيقيين في البرنامج، وأضافت أن الناس يفعلون ذلك، وأنه عندما يكون هناك عيب واحد من بين 100 فضيلة فإنه يميل إلى الحصول على المزيد من التركيز. وبالإضافة إلى ذلك فقد وجهت إيشوريا كلامها إلى النجم سلمان خان الذي لم يعترف بأنهما كانا أصليان في المنزل ويسيران في الطريق الصحيح. وقد شاركت أيضا أفكارها حول كيفية تطوير علاقتهما في برنامج الواقع، ووفقا لها هي وزوجها نين فإن البرنامج قد سلط الضوء على خلافاتهم وصراعاتهم، متجاهلا بذلك الحب والاحترام الذي يتقاسمونه كزوجين. وعلاوة على ذلك فقد ذكر نبهات كيف أصبح جدالهم الصغير حديث المدينة، كما شارك أفكاره حول كيفية تصوير المرأة دائما بشكل خاطئ للمجتمع. क्या बात है भाई, गाड़ी वही है ना, सूर्य जी आपकी डायलॉग बहुत हिट हो गया है आपका डायलॉग, वो चल चल निकल, वो चल चल निकल निकल। अभी आप मत निकलो, आप रहो यहाँ पे, आप सब यही रहो। ठीक है हम साथ में। क्या लग रहा है कौन विनर होगा बिग बॉस का? मुश्किल है क्या पाना, बिकॉज अभी तक जेन्युइनली कोई विनर क्वालिटी वाली चीज़ दिखी नहीं है मुझे। एंड कहीं ना कहीं हम खुद को भी वहाँ देख रहे थे तो दूसरों को देख पाना वैसे मुश्किल, बट लेट्स होप एंड विश कि कोई श्री इंसान जी। अभी बीच में उनकी सास गई थी, लोग बस बीच में लोखंडे जी की सास गई थी और उन्होंने बहुत कुछ बोला है लोखंडे के ऊपर, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका नाम अंकिता है, एंड जो बातें हैं वो उनकी आपस की बातें हैं, उनको जो सही लगा उन्होंने बात कर ली होगी उसके बारे में। हम कोई नहीं होते उस पर टिप्पणी देने वाले, वो उनकी आपस की फैमिली मैटर सॉल्व। और अभिषेक को लेकर क्या कहना चाहिए? छोटे भाई जैसा है, मैं यही कहना चाहूँगा कि सब्र रखें और अपने आप पर भरोसा रखें, उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए और बस हिम्मत रखें।